السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة جديدة، طبعا بما اننا في الشتاء هنعمل النهارده القرنبيط المقلي. هنعمله بتتبيلة حلوة جدا. نبدأ على بركة الله. عندي بيضتين هضيف عليهم شوية من التوابل اختيارية جدا: ملح، كمون، كزبرة، شوية بابريكا، وشوية فلفل اسود. وهضيف كوباية كبيرة من اللبن، الكوباية دي حوالي 300 ملي. وهضيف كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، واقلب كل الخليط مع بعضه. إذا لقيت القوام سميك قوي بضيف شوية من اللبن، لقيته خفيف بضيف شوية من الدقيق. هقلب الخليط كله لحد ما يتجانس مع بعضه. هو ده القوام المطلوب. عندي القرنبيط سلقته شوية مية، حطيت فيهم معلقة صغيرة كمون وربع كوباية من اللبن ليه؟ عشان يحافظ على لون القرنبيط أبيض. لأن حطيت الكمون بس لونه بيصفر وبيغمق، أنا عايزاه لونه أبيض. بعد كده هحط القرنبيط في الخليط اللي احنا عملناه، هغرقه كويس قوي في التتبيلة عشان القرنبيط ياخد من طعم التتبيلة دي. وبعدين زيت سخن واحمر القرنبيط على النار لحد ما ياخد لون ذهبي حلو كده، وهنطلعه. دول عملت شويه في الاول من غير خضره عشان في عندي ناس في البيت ما بيحبوش خضره، وعملت الباقي بخضره، شويه من الشبت وشويه من الكزبره الخضراء. وهقلب كله مع بعضه، وبعدين هضيف القرنبيط واقلبه كويس قوي في التتبيله. هغرقه كويس قوي في التتبيله عشان ياخد من الطعم بتاع التتبيله بالخضره اللي فيها. وبرده في زيت سخن وهحمره على النار. وصفة حلوة جدا وشتوية بامتياز. هنعمل سلطة طحينة جنب القرنبيط، عبارة عن معلقتين زبادي، شوية من الطحينة، فصين من الثوم، حوالي معلقتين زيت نباتي أو زيت زيتون المتوفر، معلقة من عصير الليمون، شوية من الفلفل الأسود، وشوية من الشبت، وشوية من الملح. وهضرب كل ده بالهاند بلندر لحد لما يتجانسوا مع بعض ويديني قوام كريمي. طبعا لو حسيتوا ان قوامها تقيل هتضيفولها شوية مية صغيرة. مظبوطة خلاص. هنغرفها في طبق التقديم. وادي القرنبيط بعد ما خلصناه، وده شكل الطبق بتاعنا. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمة. السلام عليكم.